حزب الإصلاح والتنمية: سنتقدم بتعديل للائحة الداخلية لمجلس النواب. قال الدكتور أيمن أبو لعلى عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة. وأضاف أبو لعلى في تصريحات للمصري اليوم إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لا سيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة. ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوي 5 أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذي يبلغ عددها 13 حزبا، حيث لم يحصل على 10 مقاعد فأكثر سوي 5 أحزاب، وهي مستقبل وطن الذي حصل على 315 مقعدا، والشعب الجمهوري الذي حصل على 50 مقعدا، والوفد 25 مقعدا، وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة 13 مقعدا. بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد، وكذلك النور حصل على 7 مقاعد، والمصري الديمقراطي 7 مقاعد، والعدل مقعدين، والتجمع 6 مقاعد، وإرادة جيل مقعدين.